واحد شايف ان هو معيون مسحور محسود في مس، كل الكلام ده مذكور. اعمل فيه ايه؟ البقره لا يستطيعها البطله. واقول لكم حاجه كمان تحفه جدا، صلاه الفجر. فهو ايه؟ في ذمه الله. بتبقي داخله بصلاه الفجر كده، وداخله ان شاء الله ما شاء الله معاكي ملائكه الحفظ. لسه شايفه قلت لكم فيديو لواحد ساحر تاب بيقول ما بقدر يصلي الفجر بقفل الباب، ما برضاش ادخله، معاه جنود ملائكه بيأذوني بيحفظوه. فهو في ذمه الله، في ذمه الله، حد يقدر يعمل لك حاجه. فظبطوا صلاه الفجر، ده رقم واحد. والصلاه طبعا على وقتها، دايما على وضوء. وسبحان الله اللي بيبقى مسحور او معيون او شارب حاجه وفي عمل او هكذا، تبص تلاقي عنده انفلات في الريح، ما يعرفش يصبر على وضوء كامل او على جري. اتوضى تاني، اتوضى تاني، اتوضى واقوم جايه. طيب سوره البقره، تمام. اذكار الصباح والمساء، 7 تمرات صباحا و7 تمرات مساء، اللي هو تمر المدينه. ورق السدر اغليه الميه بتاعته واشربه، اقرا عليه ايات الرقيه كلها واشربه. ابخ كده على نفسي. عندك ساعات بيبقى جاي كده بصداع، اقوم جايه بخك كده الميه على العين وعلى الحاجه عشان خاطر في طبعا من ضمن الحاجات زي ما قلت لك اللي ما تتقطعش تماما قراءة القرآن، الذكر، التحصينات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. المية واقرأ عليها واشربها واحطها في الطبق، اطبخ بيها واغتسل بيها وهكذا. ودايما معايا ورد قرآن قراءة سورة البقرة ما بتكملش ساعة إلا 10 دقايق. يعني سورة البقرة قراءة الحضر بتاع ساعة إلا 10 دقايق. قسموها على اليوم، لكن لا يستطيعها البطلة ابدا. ما هيقدر. يقول لك احنا شايفينه وبعتوا لك مرضى. انا لسه شايفه سامعه واحده بتقول لي كذا، قلت لها ما حدش يتصل بيا ويقول لي الكلام ده، انا مش ناقصه. يعني كارثه علشان يسخروا المرضى. ويجي المرض يروح يقول والله انا سامع صوتها هنا، هي هنا وانا سامعها صوتها بس مش شايفها، فما يقدرش يأذيك وعليك. فمش حابه وبقطع، تمام يا سما، لا على طول انا مواظبه على الامور دي. وده وحصن البيت، ايه الكرسي في كل ركن من اركان البيت. المسك، بخور المسك ابخر بيه، بيكرهوا الكلام ده، الجن بيكرهوا البخور المسك. احط المسك على اماكن السجود ال7، على اماكن السجود. ولو عندك زيت الزيتون، اقرا على زيت الزيتون اسفل الرقبه من هنا واسفل الظهر، وعلى اماكن برضو وعلى اماكن السجود. كل الكلام ده وادع ربنا سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، من عند الله يضر وينفع. عندك والدعاء. لكن مؤمنين العالم الثاني ماليش دعوه، سيبك منهم. لكن انا اروح لشيخ يرقي والكلام ده، والله انا رايي ارقي بنفسك. يعني انت ما تضمنيش، بيبقى مخاوي وبتاع. وانا مره مسكت واحده وكنت بسلم عليها، فبقول لها الله ايه ده الخاتم ده؟ قالت لي اوعي. قلت لها ايش افتكرت كلام مرتضى منصور بيقول لك داخل البتاع بالخاتم مليان عفريت. قلت لها ايه ده؟ يا نهار ابيض، استغفر الله. علامات الساعه اقسم يمين بالله تغول اهل الجن على الانس. فنستعين بايه؟ بالبقره وبالتحصينات اللي انا قلت لكم عليها.